شوفوا معي صينية هاللازانيا. يا عيني على اللازانيا. انتو من انصار اللازانيا ولا المعكرونة بالبشاميل؟ صراحة انا كل شي بفوت فيه البشاميل والجبنة، فهو يعني من اطيب الاكلات فعلا. يعني وجود البشاميل والجبنة باي اكلة بيعطيها طعمة لا توصف. اليوم رح نعمل سوا اللازانيا وبدون ما نسلق صفايح اللازانيا. شوفوا معي هالتطبيقة، شوفوا معي هالمنظر، صدقا انه الطريقة ولا اطيب. بطلع معكم القطعة طبقات وبنفس الوقت ما أنا معجنة، بنفس الوقت مستوية، يعني ولا غلطة ولا غلطة. جربوها رح تدعوا لي. شوفوا معي شطة هالجبنة تاخد العقل، تاخد العقل. طلعت يعني ما شاء الله بتجنن. شوفوا معي هالمنظر. طبعا هون كانت طالعة من الفرن فورا يعني، فهي إذا بتنطروا عليها بعد ما تطلعوها من الفرن شوي بتبقى لسه متماسكة أكتر من هيك. بس بتجنن بتجنن الطعمة، هيك منغنغة منغنغة بتاخد العقل. إذا لسه مالكن عاملين اشتراك بالقناة اضغطوا على زر السبسكرايب، فعلوا زر الجرس ليصلكن كل جديد، واعملوا لهالفيديو الحلو لايك وكومنت لأني فعلا بيستاهل. وتعالوا معي نشوف الطريقة مع بعض. رح نجهز الحشوة. حطيت بحدود 3-4 كبار معالق من الزيت النباتي، بصلة كبيرة مفرومة وبضل بقلبها لحتى تدبل، وبضيف عليهم 300 جرام من اللحمة المفرومة، لحمة ناعمة مفرومة 300 جرام. طبعا اللحمة كميتها هو شيء اختياري، يعني انتو فيكن تقللوا لحمة عادي لأن في معها خضار، وفيكن تكتروا رح تطلع زيادة لأن هي الكمية كافية. بس إذا حبيتوا تقللوا عن 300 فبتتحمل إنكم تقللوا تحطوا 200 مثلا. وهون رح نحط معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ورح نترك اللحمة لحتى تستوي تماما. وبنكون مجهزين الفلفل الخضراء، الفلفل الحمراء والفطر. أنا حطيت حبة كبيرة من الفلفل الخضراء، هدول هيك بيجوا شوي سمان، عرفتوهم الحبة الكبيرة الملونة، ومثلها فلفلة حمراء. وفيكم كمان تحطوا فلفلة صفراء، يعني فلفلة ملونة من كل الألوان بتتحمل. وحطيت علبة من الفطر المعلب وزنه 180 جرام وزن الفطر. إذا حبيتوا تحطوا فطر فريش كمان بيمشي الحال، بس طبعا هون رح ياخد وقت أطول لأني الفطر المعلب مستوي، الفطر الفريش بده وقت لحتى يستوي. وبعدها بيكون فارمة 4 حبات من البندورة الكبار. فإذا البندورة عندك صغيرة بدك من 5 ل6 حبات. المهم أنت عندك البندورة لازم تطلع كميتها منيحة، يعني في مرقة منيح بالحشوة، لأن نحن صفايح اللازانيا ما رح نسلقهم. وبرجع بحط شوي صغيرة ملح ورشة صغيرة فلفل أسود ومعلقة كبيرة من الأوريجانو أو الزعتر الأخضر. هي النكهة اللي رح يعني تعطيكي نكهة غير شكل. بقلبهم منيح منيح، بغطي الطنجرة، بحط النار على نار وسط وبترك الحشوة لحتى تتعقد تماما. شوفوا معي منظر الحشوة قديش فيها مي، قديش فيها مي بندورة. أنا هذا اللي بدي إياه، بدي إياها تكون فيها سوائل. البشاميل منجهز البشاميل على طرف. بدي أحط معلقتين كبار معرمات مقوبعات من الزبدة، وطبعا إذا بتستخدموا الزبدة الحيواني فهو أزبط وأطيب وأصح من الزبدة النباتي. بس دابت الزبدة بدي أحط 8 معالق كبيرة من الطحين. أنا هون بدي كمية منيحة من البشاميل لحتى غرق الصفايح منيح منيح بالبشاميل. 8 معالق كبيرة من الطحين. ضعفوا شوي النار، ما تخلوه على أعلى حرارة مشان ما يحترق. منحمص الطحين كتير منيح لحتى تشموا ريحته. وبعدها ونحن عم نحرك بالمضرب منحط 4 كاسات من الحليب، كاستين من المي. هيك العيار 8 معالق طحين، 4 كاسات حليب، كاستين من المي، بيطلع معكم قوام ممتاز. مع التحريك المستمر، ما توقفوا تحريك لحتى ما يكتل. مكعب ماجي أو معلقة صغيرة ملح حسب انتو كيف بتحبوا. وإذا حبيتوا تنكهوه فيكم تحطوا رشة زنجبيل ورشة فلفل أبيض، كمان بيعطي نكهة كتير طيبة. هون النار لازم تكون بقى عالية، تحريك مستمر ما منوقف لحتى تشوفوا الطحين غلى. هلا اذا انتم كنتوا بعد هالحركه كلها اللي عملتوها وضليتوا تحركوا، اذا شوي كتل معكم باللازانيا عادي، اذا كتل على فكره مو مثل المعكرونه البشاميل لان هو رح يروح بين الطبقات. بس اذا بدكم اياه هيك قوامه ما فيه اي تكتلات ففيكم تطحنوه بالبلندر عادي ما بيأثر ابدا. وبنجي بناخد البايركس وبنحط اول طبقه بالسفل، بنحط طبقه منيحه من البشاميل. هلا نحن رح نبلش نطبقها طبقات.
بحط طبقة منيحة من البشاميل، كمية منيحة ماشي حالها، وبلش بصف الطبقة. طبعا إذا أنتوا عندكم بايركس بشكل مستطيل أو مربع فهو أسهل بكتير بالتطبيق من هذا البايركس البيضاوي اللي أنا استخدمته، لأن البايركس البيضاوي على من فوق ومن تحت ما بتجي صفيحة على قده صفيحة اللازانيا، فطلعوا أنا اضطريت كسرهم لحتى يجي على كلهم. بس هذا كان أكبر بايركس عندي، البايركسات المستطيلة اللي عندي هي حجمها صغير، وأنا كان بدي كمية كبيرة، فما بيمشي حال كان عندي إلا هاد. فإذا كان عندكم هيك الحجم الموديل عفوا الشكل، فبدكم تضطروا تكسروا شوي الصفايح من على الأطراف، لأني لازم كل البايركس يكون فيه طبقة من الصفايح، ما لازم تتركوا مكان بدون صفايح. فنحن حطينا طبقة من البشاميل، حطينا الصفايح المو مسلوقة، طبقة من الحشوة، وبنرجع بنكمل طبقة صفايح، طبقة من البشاميل، طبقة من الحشوة، وهكذا. هلا نحن هون بدنا بين الطبقات البشاميل تكون كميته كمان منيحة، لأني نحن هون لأني صفايح ما سلقنا هون، صفايح لازانيا يعني، لأني ما سلقنا هون، فهن هلأ بوجود البشاميل والمرقة تبعيت الحشوة البندورة بالفرن رح ينسلقوا معهم بالسوائل. لهيك قلت لكم الحشوة لازم يكون فيها كمية مية البندورة كبيرة منيحة، لحتى نحن بدنا سوائل مشان الصفايح يستووا بالفرن وما تنشف الأكلة ولسه الصفايح مو مستويين. فمنكمل تطبيق، وآخر طبقة لازم تكون بشاميل. يعني هون آخر طبقة حطينا حشوة، ورجعنا حطينا آخر على الوجه صفايح، وحطينا بشاميل، وعلى الفرن بدون جبنة، لأني بدها وقت بالفرن لتستوي اللازانيا. إذا حطيتوا جبنة من الأول الجبنة بتدوب وبتحمر ولسه اللازانيا مو مستوية. فوتوها على الفرن بدون جبنة، حرارة 200 من فوق ومن تحت، بس حطوا الصينية أقرب لتحت مشان ما يحترق معكم البشاميل من فوق. بدها بحدود النص ساعة أقل شي، بدكم تفوتوا فيها الشوكة وهي بالفرن، هيك تطالعوا الشوكة تفوت الشوكة بكل سهولة، معناتها صارت مستوية. ما بعرف أنا ليش فقرت حطتان الجبنة مالي مصورته أو رايح من عندي. بعد ما تشوفوها استوت تماما بتطلعوها من الفرن، بترشوا على الوجه كمية وفيرة من الجبنة الموزاريلا أو الأشقوان إذا ما في موزاريلا، وبترجعوها على الفرن بس لحتى تدوب الجبنة، وبس صارت جاهزة. ولا أسهل من هيك، طيبة وسهلة. إن شاء الله يا رب تعجبكم، وصحة يا رب، وألف هنا.